السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من سلسلة خلونا نتكلم في الشغل. سؤال طرح عليا كتير من الناس المتابعين لسلسلة خلونا نتكلم في الشغل، هل ينفع أسأل حد على مرتبه؟ آه، الحقيقة إنه ده سؤال نقدر نقول جدلي. لأنه في ناس بتقول لك إنه أنا محتاج وأنا شغال في شركة إن أنا أعرف زمايلي مرتباتهم عاملة إزاي، علشان تكون دي طريقة إن أنا أعرف هل أنا مرتبي معقول ولا لأ. وزي ما اتكلمنا في فيديوهات قبل كده، مهم إن أنت تكون عارف سعرك في السوق عامل إزاي، وإن أنت تبقى تقدر تحدد السعر المناسب أو الراتب المناسب اللي انت المفروض تحصل عليه. بالرجوع للسؤال ده، الإجابة طبعا لا. ما ينفعش تسأل حد على مرتبه، ما ينفعش تسأل أي حد على مرتبه، ما ينفعش تقول لحد أنت مرتبك كام. دي قلة ذوق، دي تعدي على الحرية الشخصية. الدخل الشخصي للفرد أو للإنسان ده يعتبر من المعلومات الشخصية الحساسة جدا، اللي لا يجب أن يتم الاطلاع عليها إلا في ظروف محددة وبشروط محددة. وحتى الشركة نفسها اللي بيبقى الموظف شغال فيها بتضمن إنه ما يكونش فيه أي اطلاع على مرتبه لأي حد تاني داخل الشركة غير الإدارات المعنية بده، سواء كانت إدارة البيرول اللي بتدفع له المرتب، أو الاتش ار، أو حتى مديره المباشر. دي الناس اللي بيكون مخول ليها إن هي تطلع على المعلومات دي. والناس دي علشان تطلع على المعلومات دي بتمضي وهي بتشتغل على confidentiality agreement او نون ديسكلوجر اجريمنت، اللي هي من خلالها بتقول ان هي مش هتشير المعلومات دي مع اي ثيرد بارتي او مع اي طرف ثالث. فقاطعا ما ينفعش تسال حد على مرتبه. انا بس بقول الكلام ده كمان للفريش جرادويتس او الخريجين الجداد اللي بيبقوا لسه في بداية حياتهم وعايزين يعرفوا يا ترى انا المرتب اللي باخده ده كويس ولا لا، او انا وضعي كويس ولا لا في الشركة. في طرق كتيرة جدا هنتكلم فيها ممكن في عجالة دلوقتي، لكن ابعد تماما عن الطريقة المباشرة بتاعت هو انت بتقبض كام او هو انت مرتبك كام. دي بتدي عنك ايمج مش لطيفة، بتدي عنك ايمج ان انت حشري، وان انت غتت وان انت متطفل. واي حد بيعمل حاجة زي كده او بيسأل حد على مرتبه بالشكل الفج ده، طبعا دي حاجة مش مقبولة. طيب أنا كموظف أعرف إزاي بقى؟ أولا عندك حاجات كتيرة جدا. أنا اتكلمت قبل كده في سلسلة خلونا نتكلم في الشغل عن الطرق اللي أنت ممكن تعرف بيها وضعك في السوق وفي الشركة عامل إزاي، ولكن في عجالة كده ممكن أقولك على كذا حاجة. اولا انت من خلال ان انت بتقدم على شغل في شركات تانية وبتعمل مقابلات، ودي الحاجة اللي انا دايما بنصحك بيها، ان انت دايما خليك على تواصل مع الماركت. ما مش معنى ان انت موجود في الشركة ومرتاح ان انت ما تعملش بالس تشيك كده او جس نبض السوق عامل ازاي، لانه النهارده العالم بيتغير بين يوم وليلة والسوق بيتغير بين يوم وليلة. فالفكر التقليدي بتاع زمان بتاع ان انا افضل قاعد في الشركة 10 و15 و20 و30 سنة، ده خلاص أصبح من التراث دلوقتي. الشاطر دلوقتي هو اللي بيقدر ان هو يجد لنفسه فرص، ويكون في اقبال وطلب عليه من الشركات، خصوصا كمان لو انت في المراحل الاولى او المتوسطه من كاريرك. يمكن لو انت يعني في المراحل الاخيره من كاريرك ممكن تكون بتدور شويه على الاستقرار، وان كنت حتى بشوف انه في ناس بالعكس في المراحل الاخيره من كاريرها بتاخد قفزات كبيره، علشان خلاص هي عارفه ان هي بتخلص كارير، فبتحاول تعمل اكبر مكاسب ممكنه. فمن خلال الانترفيوهات هتقدر تعرف انت سعرك في السوق عامل ازاي. من خلال ان انت ودي مع الاسف حاجه مش موجوده في مصر ولكن موجوده في اماكن تانية، انه الوظائف بتنزل اصلا بالسالري رينج بتاعها. فدي ممكن طريقه الناس بتعرف منها، ولكن لو هنتكلم على مصر، انت ممكن من خلال المقابلات او الوظائف اللي هتقدم عليها تسال الريكروتر اللي بيكلمك في اول مكالمه، طيب هو افريج السالري عامل كام. فلو انت مثلا بتاخد
10,000 جنيه وهو بيقول لك والله احنا بالنسبه للوظيفه دي اللي هي ممكن تكون نفس الوظيفه اللي انت بتعملها في شركتك الحاليه، افريج المرتبات عندنا من 14 ل 17 الف جنيه مثلا. فانت كده هتعرف انه انت مش متقدر كويس في الشركه الحاليه، وتروح بقى تشوف الفيديو بتاع ازاي تتفاوض على شركتك الحاليه على الراتب. طبعا مهم ان انت تكون مشارك زي ما اتكلمنا قبل كده في الكوميونيتيز اللي هي خاصه بنفس المجال بتاعك. يعني لو انت مثلا طبيب تكون مشترك في نقابه الاطباء، لو انت بتشتغل في البيزنس او في الشركات تحضر اي ايفنتس متعلقه بالشغلانه بتاعتك، سواء كان كونفرنس، سواء كان آم، آه، اي منتديات او مؤتمرات ممكن تكون بتحصل حوالين الشغلانه اللي انت بتشتغلها. من خلالها انت بتقوي شبكه علاقاتك، بتعمل نتوركينج زي ما بنقول، وبتبقى معروف. ولما بتتكلم في موضوع المرتب مع حد من شركه تانية، ممكن الموضوع بيكون مقبول اكتر عن لو بتسال زميلك في نفس الشركه انت بتقبض كام. فانت لو بتتكلم مع زميل ليك في نفس الكارير في شركه تانية، ممكن تتطرقوا لموضوع المرتب ده، ولكن بشكل لطيف مش بشكل فج زي ما قلت. برضو مش هتقول له انت بتقبض كام، ولكن آم، ولكن ممكن تقول له مثلا والله انت شايف، انا شايف ان المرتبات اليومين دول في لا رينج المرتبات بيزيد في الكارير بتاعنا. يقول لك اه والله احنا رينج المرتبات عندنا من كذا لكذا. فممكن انت من خلال اللايت ديسكشنز دي تعرف افريج المرتبات كام. ولكن في الاول وفي الاخر ما تروحش تقول لحد انت مرتبك كام. السلام عليكم.